حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. الذين قالوا إن القناعة كنز لا يفنى لم يكذبوا. مازن كوفي بطل سوداني استطاع برغم صغر سنه أن يقدم درسا كبيرا يقول فيه إن البساطة تبني الحياة أيضا. هل هذا كل شيء؟ لا. مازن استطاع أن يقهر ظروف يتمه ويعلمنا كيف نبتسم بصدق. هل هذا كل شيء؟ لا. مازن استطاع أيضا أن يتحمل وجع خروجه من بيته القديم ليظل لفترة دون منزل، ثم علمنا كيف للإنسان أن يخلق فرحة عفوية وسط هذا الضجيج. هل هذا كل شيء؟ لا. مازن استطاع أن يواجه مشكلته في الكلام وعلمنا كيف نجاهد لنتحسن. هل هذا كل شيء؟ لا. مازن استطاع أيضا أن يكون عينا لوالدته الكفيفة ويعلمنا كيف يمكننا أن نتفوق على الألم ونخرج مثله ضاحكين منتصرين. يا مازن، هذا البلد وشعبه يمدون لك قلوبهم قبل أياديهم، كما نفعل دائما مع كل شقيق من كل مكان في العالم. يا مازن، الكبار بحق ليسوا أولئك الذين رزقوا الملايين وحازوا المناصب، لكنهم أولئك الذين يستطيعون أن يفعلوا مثلك. شكرا لأنك علمتنا كم نحن ضعفاء أمام قوتك، ومساكين في مقابل بساطتك، وعاديين جدا قياسا بعفويتك وتواضعك وحبك للحياة. شكرا أيها الرجل الملهم. نتابع مقطع مازن ثم نعود لك. اليوم جاي لكم مرة فاجأة. اليوم أنا جايب لكم أوريكم هذا بيتنا الجديد. أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة، حضارة ممتدة.